أهلا بكم مشاهدينا في الحلقة الثانية من برنامجكم اليومي برنامج شلة شباب عطلية. الحلقة الأولانية يا جماعة كانت حلقة مثيرة للجدل، اتكلمنا عن المخدرات. الحلقة الثانية النهاردة هنتكلم عن الإعلام ودور الإعلام في توعية الناس. وتعالوا نشوف معانا فيديو للأستاذ عمرو أديب الإعلام الكبير. تعالوا نشوف بينتقد ازاي ايا كان الفيديو اللي جاي ده لو كان متركب او كان حقيقي ايا كان، فمش من حقه انه يطلع يقول كده على الهوا. تعالوا نشوف الفيديو ولحضراتكم الحكم. ده انتوا ولاد وسخه. اوسخ من كده مفيش، اوسخ من كده مفيش. عمري ما شفت اوسخ من كده، عمري ما شفت اوسخ من كده. طبعا شفنا الفيديو وشفنا محايدة الإعلام المصري. تعالوا نشوف الفيديو التاني للمستشار الكبير مرتضى سيديهات. الفيديو دوت بيدل على محايدة، يعني بيوريك محايدة الإعلام المصري. معانا إعلامي كبير، إعلامي فاشل. مش عارف بقى، مش عارف أجمع بين إعلامي كبير وبين إعلامي فاشل. هو كبير في الفشل يعني. تعالوا نشوف الفيديو دوت والإعلامي بيتصرف إزاي لما يكون في مداخلة سخنة مع ضيف عنده في البرنامج. المستشار مرتضى عايز يرد على الاستاذ محمود. مش هنخلص تحت المستشار عايز يعقب. هو تحدث اكثر من ربع ساعه. سياده المستشار انا تحدثت في دقيقتين، هتديني حق في التعقيب على ما يقوله؟ حق الرد وحضرتك سياده المستشار اتفضل. عايز تعقب على انا بس الاخ اللي كان بيتكلم ده كنت استاذ محمود ابو العنين، ما اعرفش اسمه ايه، ما حاجه ما يعني كنت انت مستخبي تاني اني تحت سرير أنا تحت سرير يا محمود، ومرتضى منصور بيقول له حسني مبارك نجوى وفايق وتحكم مصر. كنت مستخبي تاني في اي سرير انت وجماعتك، خلي بالك اللي كانوا بيستخبوا عندي في بيتي انا. يعني انت وامثالك من يختفون تحت السرير. اتعلم اسمع الاخر. انت وامثالك كنت يستخبى تحت السرير. نحن كنا في المعتقلات وكنت تلعق حذاء النظام البائد. اتعلم يا محمود، اتعلم. انا بشوفك في انت كنت تلعق حذاء النظام البائد يا مرتضى منصور. اتعلم يا محمود، اسمع. نحن كنا في المعتقلات وكنا نعذب. النظام البائد ده لازم تروح. النظام البائد الذي تسعى من اجل اعادته لن يعود باذن الله. بعتذر على اي الفاظ لن يعود الا على جثثنا باذن الله. السراير دي انت اللي تعرفها، هذه اللغه لغتك انت وامثالك يا بتاع السراير، يا بتاع السب والقذف. بعتذر استاذ محمود. سياده المستشار، سياده المستشار. لا هكمل يا احمد، هكمل. كمل ايه بس؟ كمل ايه؟ قول وجهه نظر. كمل ايه بالراحه. انا لا ارد على هذا الرد. بقول لك ايه، انا لا ارد على هذا الرد. كلمني كلام موضوعي ارد عليه باحترام. اما هذا الاسلوب فهو مرفوض. هذا الرد، هذا السب، هذا المحامي المعروف بتطاوله على القضاء الذي يدافع عنه الان. انا المستشار لتعديه على قاضي وعلى محكمه، على رئيس مجلس الدوله يتحدث الان عن شرف القضاء. ولماذا يتقرب الى قيادات الاخوان المسلمين الان؟ لماذا يتقرب في الخفاء ويعلن هجومهم الان في الاعلام؟ سياده المستشار، هو بيتكلم انه حضرتك اتهامات موقعة لا ما ينفعش، ده حوار، ده مش حوار. معانا الفيديو الثالث. الفيديو الثالث ده عبارة عن شاب مسلم وشاب شيعي واعلامي برضو اعلامي فاشل. الفيديو ده هنشوف الاعلامي امتى يتخذ قرار انه يطلع فاصل. يعني لازم يكون في وقت مناسب
يختاروا انه يطلع فاصل عشان الناس ما تشوفش الكلام ده على الهوا. انت بينك وبين حد خلاف سويه، بس مش من حقي ان انا اسمع الفاظ، ومش من حقي ان انا اشوفك وانت بتعمل وانت بتسوي. تعالوا نشوف الفيديو ده ونرجع لحضراتكم تاني. انا يعني خلينا بس نتكلم في حته، لان خلاص فاضل لنا بالظبط يعني دقائق معدوده. المواطن والمواطنه، هل ولاء الشيعة في مصر بشكل قوي لمصر ام لايران بشكل اعلى من ولائهم لمصر؟ قبل كده حسن نصر الله في لبنان قال انا ولائي لايران اقوى من ولائي للبنان، هل على نفس الشاكله شيعة مصر؟ والله هو الموضوع ابسط من كده بكتير، بس هي المشكله ان سبحان الله يعني في فئه غبيه بجد وعايزه زي السوس بينخر والله العظيم في الشعب المصري، اسمهم الوهابيه بجد. هم اللي بيعملوا كل حاجه، هم اللي مزقوا ما بين المسلمين والاقباط، هم اللي مزقوا بين المسلمين والمسلمين، هم نفسهم ممزقين كلهم، هم مدارس كلهم. ده اولا. ثانيا حضرتك انا عرفت نفسي ان انا قلت حضرتك ان انا كنت سلفي وتشيعت، انا ما كنتش شيعي. انا والدي حاصل على ماجستير في اصول الفقه السني. الاستاذ اللي بيقول نتبرأ منك، انت كذاب. لا اتبرأ منك، انت كذاب. والله اتبرأ منك، واخواتك ضربوك. انت كذاب والله اتبرأ منك، والله انت واخواتك كذاب. ضربوك والله. عشان زوجتك بتتصل بالشيعة وبتقول لهم زواج المتعة، صح؟ يعني صح ولا لا؟ لا بلاش تجاوز. اجيب تسجيلات بكده؟ لا استاذ محمود بلاش. لا كده عيب، كده عيب، كده عيب، ده كده تجريح، كده ما ينفعش، ده كده تجريح، ده انت كده قليل الادب. لا خلاص يا استاذ وليد، انت كده ازاي تجيب سيره زوجة؟ ازاي؟ عيب عليك. انا ما قلتش كده. خليك محترم. عيب. انا ما قلتش كده. اتفضل يا استاذ وليد واهدى، انا بعتذر لك. اتفضل. انا بعتذر لك. مشاهدينا فاصل وانا واصل معكم. شفنا الفيديو يا جماعه، وتقريبا يعني انا مش عايز اطول عليكم عشان برضو وقت الحلقه معانا، وعشان طبعا احنا مش بنصور في استوديو، طبعا دي في الاوضه عندي والبرنامج ده احنا بنعمله بموبايلنا الشخصي. كل حاجه انا بعملها على ايديا على الكمبيوتر هنا وبنزله على اليوتيوب. ده رايي انا حر فيه، اختلفت معايا اتفقت معايا، ده رايي برضو، ما يهمنيش رايك، يهمني رايك لو هتنتقدني بصوره موضوعيه، هتنتقدني في حوار يعني في حوار ديمقراطي من غير ما نعلي صوتنا. الفيديو الاخير ده يا جماعه انا حبيت اخليه الفيديو الاخير لانه برضو لا يصح ان تظهر مثل هذه الخرافات على الهواء. وانا من هنا بناشد الحكومه بقفل جميع القنوات اللي ملهاش لازمه، ملهاش لازمه بجد والله العظيم، ملها لازمه. ما نسيت عليها اكتر من 5000 قناه ملهاش لازمه، ملهمش لازمه. قناه اعلانيه يعني قنوات اعلانات ملهمش لازمه. تعالوا نشوف الفيديو دوت وبعد كده نرجع لحضراتكم تاني. احنا شفنا النتيجة، جاب لنا القمح المسرطن وهو النهاردة محل تحقيق. هذه هي قيادات الحزب الوطني التي ينبغي وأن تحاكم محاكمة. هل هذه هي قيادات الحزب الوطني يا سيادة المستشار؟ وطبعا خلينا ما نغفل كل الأوصاف اللي اتقالت كمان. عايز حضرتك عشان هرد عليه كلمة كده. هو بيقول الذين يدافعون عن الحزب هم لصوص. بالضبط. قالها ولا ما قالهاش؟ قالها. هو لا يعي ولا يعرف يحترم الحديث، ولا هو انسان مؤهل انه يتكلم عشان يسب الناس ويقول لهم انتوا لصوص. ده واضح ان هو جاي من بيئه كلها لصوص وكلها حراميه. لا دي اللي ادب وسفاله. وانا ممكن اضربك بالجزمه. ده انا هقوم اديك بالجزمه. ده انا هقوم اضربك. طب انا بقى هوريك كده. انت راجل فاهم تعليل ادب. لو سافل يعني لو سمحتوا خد بقى انا هوريك. اوعى
ده كان اخر فيديو معانا. يا رب تكون الحلقه عجبتكم. معلش يا جماعه احنا يعني بنقدم وقت قصير بس عشان برضو احنا عواطليه يعني مش ورانا حاجه، بس برضو يعني ايه ان شاء الله هنطور من برنامج، وان شاء الله هيبقى لنا استوديو، وان شاء الله هيبقى لنا قناه. يعني اشمعنى الناس عندها قنوات على النايل سات؟ يعني كل القنوات ديت اللي على النايل سات عادي، ايه يعني لما نعمل قناه على النايل سات؟ ايوه باسم يوسف بدأ على اليوتيوب عادي. باسم يوسف بدأ على اليوتيوب. وبعدين باسم يوسف على فكره سرق مني انا فكره البرنامج، يعني عشان مش هطول عليكم، ان شاء الله يا ريت تتابعونا، ويا ريت اي حد عنده افكار يشاركنا بيها على صفحتنا على الفيسبوك وعلى موقعنا على اليوتيوب. وان شاء الله في الحلقه الثالثه في مفاجآت كتير، ان شاء الله وقت الحلقه الثالثه هيكون اكتر من كده. اسعد الله مساءكم. طبعا بحب اشكر المصور الكبير الاستاذ احمد، طبعا الاستاذ شريف اللي كان بيصور الحلقه الاولانيه امبارح، عنده مغص كلوي ان شاء الله يفوق منه، وربنا يقدم اللي في الخير، وانا مش هتمنى لمصر غير انها تكون احسن.